السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بيقول لي ايه؟ صل المبالغ الايه المتساوية. يلا نوصل المبالغ المتساوية. مم. اول حاجة عندي 5 جنيه، نوصلها ب5 جنيه. تمام. طيب تاني حاجة 100 جنيه. 100 جنيه نوصلها بايه؟ نفكر. ها، سهلة خالص. دي ايوه، 50 و20 و20 و10 تبقى 100 جنيه. طيب 10. 10 جنيه تبقى بايه؟ تمام. طيب 50 جنيه تبقى بكام؟ 50. آه، 1 2 1 ما قدامنا يا حبيبتي 50. 50 دي بنفككها لإيه؟ ل20 و30. برضك هنقول 20 و30، مش قلنا ما نقولش كده؟ 20 ل20. أيوة هي قدامك وانت عمالة تعدي. ما هي يا بنتي 20 تان 20 زائد 20 زائد 10. طيب بيقول هنا بقى ايه؟ ال20 جنيه دي تبقى ايه؟ نوصلها كل ما بقى. توصل مع عدده مش قلبين. شرط برضك، نركز. يبقى دي كام؟ ال20 جنيه تبقى 5 و5 10 و20، يبقى دي ال20. تمام. طيب هنا بيقول ايه؟ عد ثم اكتب المبلغ. يبقى دي ايه؟ تمام. دي 100. 50 و50 100. 20. غلط. لا، ما تمام. 20 و10. تمام. 10 و65 ولا 10 20؟ و5. ماشي. 10 20 30 50 السادس. 10 20 30 40 50. تمام. يبقى دي كام؟ 50. يلا اللي بعده. 2 جنيه 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه. ايوه يبقى تمام. 5 جنيه. و5 جنيه يبقى 10 جنيه. تمام. طيب اللي بعده. جنيه و2 جنيه و3 جنيه 4 جنيه و5 جنيه. تمام. طيب بعده. متين. ادخل على اللي بعده. ضع بنشوف رأس السؤال ايه. بيقول ضع علامة صح أسفل كل مجموعة أوراق نقدية تمثل 100 جنيه. ما يعني نحلش ايه؟ وخلاص. يعني ايه يعني تمثل؟ مثل، يعني نشوف نحط صح حول تحت العدد اللي بيمثل 100 جنيه، الأوراق اللي بتمثل 100 جنيه. مش نحط، مش نفكر، مش نحل وخلاص. ايه اللي هنا 50 بيمثل 100 جنيه في دولا، ونحط عليه علامة صح. 20 و20 40 و20 و20 40 مش احنا قلنا من غير ما 40 80 90 ماشي تمام. 50. ده غلط. ماشي تمام. لا، دي بتعدي عني. دي مش 100. تمام. 20 اراجع 40 خلصتي ولا 80 لسه؟ 80 90 احنا نراجع الصفحة ما تخلصي. 100. يعني صح ولا غلط؟ 100. امم يلا اللي بعده. اقرأي، ما ينفعش انا اساعدك، المفروض تعتمد على نفسك. دي هتبقى بيقول لي 50 مم. 20 30 40 50. هراجع بعد ما انت تخلصي. تمام. اللي بعده. 50 23. كملي. خلاص. طيب يلا تعالي نشوف بقى. هو هنا بيقول ايه؟ عد ثم اكتب المبلغ. اول حاجة دي 100 جنيه، دي تمام صح. ماشي. دي كام؟ دي 20. 10 و10
20. 10 هي يا ولاد، و5 15، و5 كمان هنقول ايه هي 20، يبقى 20. تمام. هنا بيقول كام؟ ها، 10 20 30 40 50. او ممكن نقول ال50. ال50 بكام يا ولاد؟ ب5 عشرات، دي تبقى معروفة. تمام. يبقى تاني ال50 تبقى بكام؟ ب5 عشرات عشان نبقى أنا نطلع. عارفة. ماشي. يبقى ال50 بكام؟ ب5 عشرات. ماشي. يبقى يا ولاد عشان ما نتلخبطش، يبقى على طول نبقى نعرف ان ال50 ب5 عشرات. 50 ب5 عشرات. ماشي، عشان ما نقعدش نعد ونتعب في نفسنا. تمام. يبقى ال5 عشرات، او لو حافظين الجمع الضرب بقى تبقى جميلة. اي حاجة فيها صفر في الضرب بنحطه ونضرب. هنقول 5 في 10، هنحط الصفر، و5 في 1 ب5، هتبقى ب50. ده بتسهل عن ما اعرف اننا 50 و5 عشرات كده خلاص. يبقى تمام. ماشي. يبقى تاني ال5 عشرات دي هتبقى ب50. تمام. طيب دي ايه؟ 200 جنيه. تكتبها 200. تمام. طيب ودي كام؟ 5 جنيه. ودي 5 جنيهات. ودي 10 جنيه. هو مديني هنا 5 وهنا 5، يبقى كام؟ 10. ماشي. تمام. طيب بيقول هنا ضع علامة صح أسفل كل مجموعة تمثل أوراق نقدية تمثل 100 ايه جنيه. طيب هنا ايه؟ دي بتمثل 100 جنيه، صح. ماشي. ايه، خمس عشرينات بردك هتمثل ايه؟ 100 جنيه. تمام. 20 40 60 80 100. تمام. يبقى تاني. ماشي. يبقى ال5 عشرينات بتمثل كام؟ 100 بردك. ماشي. خلاص. طيب هنا مديني ايه؟ ده هنا تعالوا نشوف، مديني 50 ومديني كام؟ 20 و10. طب تيجي كده نشوف، 50 70 80، هي مثلت 100؟ لا طبعا، هي 50 يبقى 80. 50 و20 70 و10، يبقى كده ما كملتش 100. طب تمام. طب هنا نشوف، هنا مديني كام؟ 4 عشرينات. ماشي. 80 90 100. ماشي. خلاص. يبقى كده دي كملت 100. طيب بيقول هنا ضع علامة صح أسفل كل مجموعة أوراق نقدية تمثل 50 جنيه. تمام. طب نيجي نشوف هنا يا ولاد. يبقى هنا ايه؟ 10 20 30 40 50. تمام. اهو 10 20 30 40 50. تمام. طيب دي مثلت ال50 جنيه وقال 50 جنيه. طيب هنا بيقول هنا 10 20 30 40 50، صح، مثلت ال50 جنيه. طب هنا يا ولاد تعالوا نشوف كده. طبعا 20 30 40 45 دي مثلت ال50 جنيه؟ لا طبعا. يبقى 20 30 40، يبقى كده كام؟ 45. كانت مثلت ال40، كان المفروض ماشي. لازم تمثل. بيقول لك هنا نقول شوف السؤال التاني بيقول ايه. حوط لتكون المبلغ المطلوب ثم اكمل كما بالمثال. ماشي. نشوف هو قصده ايه. ماشي. قال هنا ايه؟ هو مثلا عايزه يقول لي ال20، فقام جاي رايح حاطط على ال20 اهوت جنيه، حط عليها حوطها اهي، وقام جاي رايح ايه كتب ايه؟ 20 جنيه. طب ال20 جنيه ده اتحللت ازاي؟ قالك حللها 10 زائد 5 زائد 5. طب نشوف ال50 جنيه. نعمل ايه بقى في ال50 جنيه؟ سهلة، مفيش اسهل من كده. ده سهلة معايا. يلا نشوفها هنا كده. 50 جنيه هنحللها ازاي؟ بلاش ال50 جنيه ده هنعملها ازاي؟ ايوه. صح. تمام. ماشي. ال50 جنيه دي بتساوي كام زائد كام؟ 20 زائد 20 زائد 10. برافو. طيب خلاص هو عارف بقى ال50 مش لازم. ماشي خلاص، ما هو كاتب لي 50 يبقى ماشي. تمام. طيب هنا مديني كام؟ 10 10 جنيه. عايز 10 جنيه طبعا. ماشي، هي سهلة اصلا. عايزة أستيك. لا، ليه استيك؟ هو عايز 10. ماشي. انت عملت ليه استيكة؟
طب هاتي تمام. انت عايزه توصليها كام بكام؟ قولي لي وانا احل معاكي. ماشي خلاص اهي. مش عايزه تعملها 5 و5 يعني؟ اهي تبقى 5 زائد انا هكتب 5. تمام يلا ها. 100 جنيه. لازم ماشي تمام حاضر. تمام. 100 بتساوي كام يا ولاد؟ 50 وايه؟ ماشي. 20 5 لا انت مش اهي بيقول لك لوني 20. يلا انت اكتبي وانا هراجع عشان زمايلك اللي معانا. ماشي 10 واللون ماشي 20. هي في حاجة تانية بتساوي 20 10 ولا خلاص كده؟ ما انا مش هقول. نركز ونبقى واثقين في حلنا. وانا مش هقول حاجة تاني عشان كده بسهلك. خلاص مش مهم تلونيها كلها. يلا انت عشان يعرفوا بس. شوفوا القلم ده حلو اوي يا ماما، تسلم ايدك. انت اللي منقياه لي يا ست الكل. تمام. يلا شوف اللي بعده. 100 مم. 55 20 40 20 80 90 دي خليكي واثقة في حلك. القلم سنه هيخلص. اللي بعده 200 جنيه 50 لا 150 70 100 بيقول 200. تمام. شايفة الرقم 200 جنيه. 120 تمام. 170 كده غلط. ده هتبقى 10 و20 20 اهو 10 و20 40 40 و50 40 50 صح. أيوة كده خلصتي؟ 100 100 120 170. مفيش تركيز. كنا ندخل على المسألة اللي بعدها من غير ما نركز. ولازم ألونها كلها يا ماما. لا عادي طالما لونتيها خلاص. بس انت اصلا ما كنتش هتعمليها تمام عشان انت كنت بتعملي اللي تحت وما بسطتلاش. ونركز شوية. اهم حاجة التركيز. هي دي علبة مناديل. ماشي ايا كان. هو طالما كاتب لي عليها سعرها يبقى كده هو مسهلها لي. سعرها بيقول ايه؟ 10 جنيهات. طيب 10 جنيهات دي بقى 10 جنيهات بيقولك بتكون المبلغ اللازم للشراء بطريقتين مختلفتين. أيوة عشان بس ماشي عشان 10 جنيهات زائد. بيقولك 10 جنيه ماليش دعوة بدول ولا ليه؟ يا حبيبتي هو بيقولك كون المبلغ اللازم للشراء بطريقتين مختلفتين. هو مديك 10 جنيه. عايزك تحطي ايه وايه عشان يكون 10 جنيه دي. وتحطي ايه وايه تحت تاني بطريقة تانية يكون 10 جنيه دي. احللك واحدة. يعني مثلا بيقولك هنا 10 جنيه هتكوني 5 زائد 5 هيساوي 10 جنيه. تمام كده ماشي. او ممكن تقولي 10 جنيه 5 زائد جنيه زائد جنيه زائد جنيه زائد جنيه زائد جنيه
زائد جنيه زائد جنيه. ما ينفعش نقول يا ولاد الخمسة مثلا زائد الستة زائد أربعة، ما ينفعش. احنا قلنا لازم نقول جنيه زائد جنيه زائد جنيه زائد جنيه. تمام كده. طالما هو طالب مني 10 جنيه نقول خمسة زائد خمسة. ما هو في 5 جنيه ورق وفي 5 جنيه ورق، يبقى 5 زائد 5. ماشي. أو ممكن نقول زي خمسة ال5 جنيه زائد الورقة ده. 1 2 3 4 5 جنيه. طيب بيقول لي 50 جنيه دي كسب أنا بقى 50 جنيه. طيب تمام. تاني وعايز بطريقتين مختلفتين. انت قلتي كام؟ 10 زائد 20 زائد 10. ماشي. 20 20 زائد زائد 20 زائد 10. تمام ماشي. طريقة صح. عايز طريقة واحدة كمان؟ كمان. مم. 10 زائد 20. طب ما نقوم جاي رايحين عاملينها بطريقة سهلة. زائد. لا، طب ما احنا ممكن برضك نقوم جاي رايحين عاملينها بطريقة سهلة. 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 10 20. وممكن تقولي برضك ايه 10 20 30 40 50. تمام ماشي. ممكن تقولي 20 210 50. ماشي. وقلب طريقتين. تمام. يبقى عشان زمايلك ما كانوش شايفينك انك كنت بتكتبي، نراجع معاهم بقى تاني اللي احنا حلنا معاهم. انا هبعد. طيب تمام. بيقول هنا ايه؟ حوط لتكون المبلغ المطلوب ثم اكمل كما بالمثال. تمام كده. بيقول هنا 20 جنيه يا ولاد. 20 جنيه هتساوي ايه؟ 10 زائد 10. فهو عاملها لي اهي. وهنكتب 10 زائد هو كاتبها لي بقى مش 10 زائد 10. 10 زائد 5 زائد 5. هنكتبها زي ما هو ايه عاملها. طيب 10 زائد 5 زائد 5. هنا بيقول لي 50 جنيه يا ولاد. طب 50 جنيه ايه؟ 20 زائد 20 زائد 10 اهي. 20 و20 40 و10 50. يبقى 20 زائد 20. يبقى دي صح. انت عملتها صح. تمام. نشوف اللي بعده. بيقول هنا ايه؟ هنا 10 جنيه. طب 10 جنيه ايه؟ 5 زائد 5 هي يا ولاد. هي برضه كتبتها تمام. طيب هنا بيقول هنا الايه؟ 100 جنيه. 100 جنيه دي اللي هي ايه؟ 50 زائد 50. 100 يا ولاد. 50 زائد 50 يبقى ايه؟ 100. تمام. طيب هنا بيقول لون التجمعات. 20 جنيه لون التجميعات التي تساوي المبلغ معطى في كل وصف مما يلي. المعطى في كل وصف مما يلي. ماشي. هنا 20 جنيه. 20 جنيه ديت فبيقول 20 دي هتساوي ايه من هنا؟ طبعا 5 زائد 5 10 و5 15. يبقى دي طبعا مش 20، ما تنفعش. طيب هنا بيقول 20 جنيه تبقى 10 زائد 10. طيب في حاجة تانية. هنشوف 10 15 16 17 18 19 20. لا ده دي جابت 20 يبقى هي صح معانا. طب المية 50 و50 تنفع. ده 100. 50 زائد 50 100 يا ولاد. طيب نشوف اللي بعدها. 20 40 60 80 90 100. دي جابت 100 يبقى دي تنفع هي كمان. طيب 50 70 80 دي تنفع. لا طبعا دي 80 ما تنفعش. هو ايه اللي انا عايز ايه؟ عايز 100. تمام كده. طيب هنا 200 جنيه. 200 جنيه يا ولاد. 200 جنيه اللي هي 50 زائد 50 100 و100 200. تمام. يبقى دي تنفع. تمام دي معانا. طيب اللي بعده 120. ماشي دي 100. تمام. دي تنفع؟ لا طبعا. 170 ما تنفعش. دي 170 مش هتنفع. طيب هو ايه اللي كام؟ 200. فدي تنفع؟ لا دي 170. طيب دي كام؟ 10 20 40. ماشي. 10 و20 يبقى كده كام؟ 30 40 50. دي 50 اهي يا ولاد. و50 كده 100. تمام. يبقوا دي 100 يبقى 200. يبقى دي تنفع. تاني هو هنا كاتب لنا هنا ايه؟ بيقول 200. احنا طبعا عندنا 50 و50 100. تمام. و100 كام؟ يبقى 200. يبقى كده دي كون 200. تمام. طيب هنا بيقول هنا ايه؟ ماشي 100 وكام؟ 120. ماشي. و50 كمان هيبقوا 100 وكام؟ و70. طب 170 ادتنا 200. لا يبقى دي ما تنفعش. طيب هنا 10 20 40 10
يبقى كده كام؟ 20 30 40 50. تمام، يبقى 50 و50 100. يبقى دي ادتنا 50. تمام، ودي ادتنا 50. تمام، يبقى دول 100 ودول 100 ايه، يبقى كده 200. تمام كده ماشي. هنا بيقول لك هنا ايه، كون. بيقول لك المبلغ الموجود اهو مدينا 10 جنيهات وعايزك تجيبها بطريقتين مختلفتين. طريقتين مختلفتين اللي هو ايه، 5 و5 10. ماشي، او ممكن نقول 5 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1. 3 خمسات هتبقى 5 كمان هتبقى 10. 50 ممكن ال50 دي تبقى ايه، 20 زائد 20 زائد 20 زائد 10 هتبقى 50. وممكن تبقى 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10. تمام، زائد 10. يبقى 3 ايه، 5 كام عشرات، 1 2 3 4 5. يبقى تمام، 10 20 30 40 50. تمام كده معانا.